دكتور ايهاب علي طبيب النادي الاهلي، في البدايه عاوز اطمني يعني سيد معوض الصبح جت الاخبار انه عنده مشكله في رجله وتم استبعاده من المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد، كانت الإشكالية التهاب بسيط في الجلد، يعني في جلد الركبة تحديدا، لكن الالتهاب يعني بعيد عن الركبة. فأخذناه معنا المعسكر على أمل أنه نحاول نسيطر على الالتهاب ده ويستطيع المشاركة، لكن كان فيه شوية صعوبة، يعني أثرنا السلامة وأبعدناه. القصة دي ممكن تاخد لها يومين على الأكثر يعني. دكتور عاوزين يعني الناس بحالها بتتساءل، يعني هي اصابات احنا عارفين معظمها اصابات قدريه وفي العضلات، ايه السبب؟ يعني في سبب طبي للي بيحصل مع لعيبه الاهلي في الفتره الاخيره؟ لا، لو استعرضنا إصابات الأهلي اللي موجودة في الفترة الأخيرة هتلاقي إنه حسام غالي رباط صليبي، رامي ربيعة غضروف، وده نتيجة يعني تكنيك حركي معين بيحصل في الملعب. يمكن الإصابات العضلية اللي عندنا، مين عندنا؟ محمد نجيب إصابة في العضلة الأمامية. شريف عبد الفضيل ما هيش إصابة يعني الحقيقة، لكن خليني أصنفها درجة من درجات الإجهاد، شعور بعدم الراحة، لكن الفحص الإكلينيكي والأشعة يعني أثبتوا سلامته. فإن شاء الله شهاب كدمة مباشرة، يعني هي دي ما نقدرش. الإصابات العضلية بتكون إصابات غير مباشرة، لكن دي كانت كدمة مباشرة. خلاص حسام غالي المفروض راجع بعد بكره القاهره ان شاء الله. حسام راجع الأربع إن شاء الله. نخش بقى المرحله الاخيره من التاهيل. هتكون مرحلة أخيرة في التأهيل، وبعدين بعد كده نشركه على استحياء مع الفريق يعني بدون التحامات. بعد كده يشارك بالتدريج في مباريات ودية ثم رسمية. يعني أعتقد أنه الأمر ممكن يستغرق مننا الشهر إن شاء الله. شكرا.